أنا حلوة يا بكيني وسجاير وكاس، جواز وطلاق ومشاكل. البنوتة الصغيرة أكلت الجو لما كبرت فعلا زي ما أحمد حلمي قال عنها. المثيرة للجدل وملكة الترندات، صاحبة الصور الجريئة والتصريحات المثيرة، منى عرفة احتفلت من كام يوم بعيد ميلادها ال24 ونشرت صور من أحد الفنادق عشان تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها. تعالوا نحكي لكم شوية حاجات وتفاصيل عن منى عرفة ممكن تكون أول مرة تسمعوها. الفنانين حياتهم دايما بتكون مكشوفة للجمهور، وقليلين قوي اللي بيكونوا حريصين ان حياتهم يكون فيها خصوصية شوية، وده بيخليهم معرضين دايما للانتقادات والإشاعات. ويا سلام بقى لو الفنان ده نفسه هو اللي بيعمل تحابيش تزود أخبار، يعني مثلا تنزل صور جريئة أو كل شوية مشاكل وتصريحات وطلاق على شوية إثارة جدل. هنتكلم النهاردة عن منى عرفة، ممثلة مصرية مواليد 1/5/1999، يعني احتفلت بعيد ميلادها ال24 من كام يوم بس. أحدث أفلامها شريط 6 اللي هيبقى قريب بدور العرض، وآخر حاجة ظهرت فيها مسلسل أم البنات مع الفنانة سهير رمزي. منى عرفة حاطة لنفسها شوية خطوط حمراء في الأفلام والمسلسلات اللي بتقدمها، لا بتتشال ولا بتتحضن ولا بتتباس. وأكدت منى إنها ما بتعملش دوشة بصورها الجريئة أو تصريحاتها، وإن الناس ظالمينها جدا، وإن صورها بالمايو أو السجاير أو إطلالاتها الجريئة دي حياتها الشخصية اللي المفروض الجمهور ما يتكلمش عنها لأنها مش بتقدمها للجمهور، عكس تمثيلها ده أرشفها اللي بتقدمه للجمهور وهي بترفض أي حاجة جريئة فيه. وبرغم كلامها ده قالت إنها ما عندهاش مشكلة تعمل دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز، ولو اتعرض عليها دور فيه إيحاءات وإغراء ممكن تفكر وتوافق عادي. طب إيه يا منى يا حبيبتي، ما ترسي على بر. منى بدأت في مسلسل السندريلا وشوفناها في أفلام كتير، بس كانت الانطلاقة بتاعتها في فيلم مطب صناعي مع الفنان أحمد حلمي، وقدمت بعده حلم العمر وآخر كلام وجيران السعد وتفتح وأفلام كتير، وطبعا السيت كوم الشهير راجل وست ستات طول ال6 أجزاء بداية من طفولتها لحد ما بقت عروسة. منى اتجوزت من محمود المهدي اللي فضلت معاه سنة مكتوب كتابهم، وبعد كده انفصلوا كذا مرة وقالوا ان الانفصال كان بسبب الضغوط. محمود المهدي قال ان جوازه من منى عرفة كان عقاب من ربنا على اللي عمله مع اولاده. للدرجة دي يا منى؟ محمود قال كمان ان هو كان بيصرف على اهلها وفي حاجات تانية كتير ما ينفعش يقولها، وانه اتظلم في جوازته منها. محمود دخل بسببها في خلاف مع نقابة المهن التمثيلية والفنان محمد نجاتي وإلهام شاهين، وخسر فلوس بسبب إيقاف بعض الأعمال اللي كان بينتجها. محمود المهدي كان اتهم منى بالخيانة وقال إنهم سابوا بعض بسبب كده، بس هي طلعت ونفت كل ده تماما وانهارت على الهواء. منى عرفة كانت الفترة الأخيرة خست بشكل سريع وملفت، وفي بعض الناس قالت إنها عملت عمليات تجميل، وفي النهاية إحنا مش ربنا، إحنا بنحكم على اللي إحنا شايفينه مش أكتر. ربنا يهديك يا منى.